وسط أجواء تعكس أصالة الموروث الثقافي المغربي، تحتضن مدينة زنيت خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 20 يوليوز 2026 بفضاء محطة طرقية بمدينة زنيت فعالية الدورة الرابعة عشر للمهرجان تيميزار للفضة المنظمة تحت شعار الصياغة الفضية هوية إبداع وتنمية. ويعد معرض الفضة والصناعة التقليدية والحرف أحد أبرز محطات هذه التظاهرات الثقافية والاقتصادية. الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا المنبر ديالكم على التغطيه ديالو لفعاليه المهرجان التيميزار للفضه حنوس خامس تيس 14 كليس زرام تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. المهرجانات قيس توك نتغاوسيوين قيس المعرضات الفضه اللي حلا غيلا اللي حلان تقريبا 120 عارضه وعارض الا نقيس الشق الورشات اللي نقيس العارضين المحليين وطنيين دوليين اللي كذلك المعرض الصناعه التقليديه اللي حلان توك الحرف جميع انحاء الجهه ولا الانحاء المملكه المغربيه اللي نقيس المنتوجات المجاليه. الفقرات المهرجان السنه تنوع قيس المعرضين المعرض الصياغه المعرض الفضه المعرض الصناعه التقليديه قيس كذلك التبوريضه قيس العروض الاكاديميه قيس كذلك سهرات فنيه مقورن اللي حلان توك المغنيين اللي دوش كانين باش تساهمن في تنميه المدينه. نشكر كله يقدود نتي زنيت اللي دوش كانين كانتي كاسنس ناشكين باش اتزرين الصناعه التقليديه حماس لمدينه نتي زنيت كله نشكر ما كله يجانا ادار نسياش كتستزنيت باش يزر المهرجانات. شكرا. ويضم المعرض أكثر من 110 أروقة موزعة بين فضاءات مخصصة للفضة والصناعة التقليدية والحرف اليدوية بمشاركة عارضين وصناع تقليديين من مختلف جهات المملكة إلى جانب مشاركين من عدد من الدول الأجنبية في التأكيد على مكانة الدولية التي أصبح يحظى بها المهرجان تيميزار. السلام عليكم. كم يمنى كنمثل مدينة بيقرة بالنسبة للسيراميك والرسم بأنواعه والديكور المنزلي. المهم الرواق كما كيبان لكم كتشوفوا كاينين لوحات مخدومه بجميع الانواع بجميع التقنيات. كاين 3D كاين الرسم البارز كما كيتسمى، لوحات الزجاجيه، لوحات الرسم على الثوب وبالنسبه للخزف بواحد اللمسه اللي كتجسد الثقافه ديالنا وكتجسد الحلي التقليديه، بما ان الشعار المهرجان شعار ديال المهرجان والشعار ديال هذا المعرض انه كيحتفي بالمنتوج وبالموروث الثقافي لمدينه تيزنيت اللي الموضوع ديالو هو الحلي التقليديه والفضه، وهذا جسدناه في هذه اللوحات هادو. بالنسبه لبعض اللوحات حتى هما يرى فيهم انواع ديال الحلي راه كيبان لكم في هذا. وبالنسبه للديكور الديكورات المنزليه حتى هو درنا فيهم اشكال شي ديال اللي كيتسمى بالكونكريت او الجاسمونيت اللي شويه حديث الساعه. من كل فن طرب، يعني هاد اللوحات كيشملوا كيجسدوا ان جميع كاينين لوحات كتعبر ولا الموضوع ديالها الحلي التقليديه واللباس والزي الامازيغي، وكذلك من الطبيعه. يعني هادشي اللي غنقولوا. كنشكر
الإدارة ديال المهرجان والمعرض على الاستقبال ديالهم، واللي تاحوا لنا فرصة مزيانة. يعني في المستوى كاين إضافة، كاين اكتساب تجارب، كاين إضافات على جميع المستويات. كاين جديد وكاين يعني مناطق أخرى، وكاين حتى كاين مناطق خارج الوطن، كاينين تعاونيات، كاينين جمعيات، كاين يعني هادشي متنوع من كل فن طرب. يعني تشكيلة زوينة رائعة. ويجد الزائر نفسه أمام تنوع كبير في المنتوجات المعروضة، من الحلي الفضي التقليدية إلى الإبداعات الحرفية التي تعكس غنى التراث المغربي، مع حضور لمعارف وخبرات متنوعة تتقاطع فيها الأصالة مع روح الإبداع، انسجاما مع شعار الدورة الذي يجعل من الصيغ الفضية رافعة للحفاظ على الهوية وتشجيع الإبداع والمساهمة في التنمية الاقتصادية والثقافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معك فريدة أسملال من الإقليم تيزنيت. عندي منتوجات ديال الكروشي ولي برودوي ديال السلحة. بالنسبة للكروشي كنخدموا دي برودوي مودرن، يعني بحال لي صاك، بحال لي شابو مودرن للبنات، وكنهزوا الكروشي كنزيدوا عليه واحد اللمسه اخرى باش انه يلقى اقبال على هذا الجيل هذا. وبالنسبه للبسه ديال السلحه حنا كنخدموا لي صايا، كنخدموا القفاطان، كنخدموا بزاف ديال الحوايج. وبالنسبه للمشاركه ديالي في مهرجان ديال تيميزار في تيزنيت الدوره 14، اول مشاركه ليا، وكانت زوينه بزاف صراحه. كاينين الناس لقاو واحد الكروشي بالضبط واللبسه ديال الشلحه، لقاو واحد الاقبال زوين. ونتمنى ان شاء الله تكون هذه المشاركه الاولى ديالنا زوينه ويصل المعرض ان شاء الله، ومتحمسين اننا نشاركوا في معارض اخرى ونعاودوا نشاركوا العام الجاي ان شاء الله. وكنشكركم. السلام عليكم. إلى ديدون بن الحسن الحافظ، مسير تعاونية دولة سيس، جامعة تغمي، دائرة دنزي، إقليم تيزنيت. نكنين لازال التعاونيات الصبار وتربية النحل والمنتوج العسل. نكنين نسكر تربية النحل والمنتوج العسل. لا المهرجان تيميزار دورة 14 نويد سلت المنتوج النح لما تيغاني قاسا العسل غتي زنيت نويد المنتوج النح تزنيت. انا نزنزا عسل، ليمون، دغموس، الفرنان، العشوب، انواع العسل. انسكار ارنشكار ولين ضمنين المهرجانات نتميزار دورة 14 نشكر السلطة، نشكر العامل، نشكر كل واللي تشاركنين، نشكر كل واللي لين المعرضة الرواج الحمد لله إلا اللي قبال الحمد لله. الله يجعل البركة مدن أردت أنت تاوي غزار اللي تشاركين الفائدة، أنا نكفايد الفائدة الحمد لله. ولا يقتصر المعرض على عرض المنتوجات فقط، بل يشكل فضاء لتبادل الخبرات والتعريف بالحرف التقليدية ودعم الصناع التقليديين وتشجيع تسويق المنتوج المحلي، بما يساهم في تثمين التراث الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية بمدينة تيزنيت. ويبقى معرض الفضة والصناعة التقليدية والحرف إحدى أبرز محطات مهرجان تيميزار، وواجهة تعكس عراقة مدينة تيزنيت التي تواصل ترسيخ مكانتها كعاصمة للفضة بالمغرب وحاضنة للإبداع الحرفي والتراث الأصيل.